لو حبيبتك من مواليد برج القوس وحابب تجيب لها بوكيه ورد ومش عارف او محتار تجيب لها ايه، تعالى اقول لك تجيب لها ايه. قبل ما اقول لك تجيب لها ايه لازم تعرف ان الهدية قيمتها كبيرة جدا جدا عند اي ست، لانها بتوصل لها انك راجل كريم، والكرم ده صفة مهمة جدا الست بتدور عليها في اي راجل. لما بتكون هديتك ورد فانت مش بتوصل بس انك كريم، انت بتوصل انك راجل راقي ومتحضر وكمان مختلف. انت ممكن تدخل اي محل ورد وتشتري اغلى بوكيه واحسن ازهار وافضلها واغلى وافخم انواع الورود، واكيد طبعا هتوصل الرسالة اللي انت عايزها. لكن لما بتختار بوكيه ورد على ذوقها وعلى دماغها والازهار والالوان اللي هي بتحبها، فانت هنا مش بتوصل رسالة انك راجل كريم وبس وانك راقي وبس، لا، انت بتوصل لها انك فاهمها، والست بتعشق الراجل اللي فاهمها. خليك عارف ان الستات مش زي بعض وما بيفكروش زي بعض، وطبعا اذواقهم مش زي بعض، ومش بالضروره ان بوكيه الورد اللي يعجب واحده يعجب واحده تانية. اول حاجه تفكر فيها في اختيارك زهره القرنفل. هي صحيح مش مشهوره في عالم الازهار، لكنك اول ما تشوفها هتحس انها بتعبر عن شخصيه انثى برج القوس، المتفائله المنطلقه المحبه للحياه. هي زهرة بتتميز بأن حجمها صغير لكن بتجذب عيون أنثى برج القوس بشكل كبير جدا. كمان ممكن تختار زهرة الياسمين، بتحب جدا جدا زهرة الياسمين. أنثى القوس بتحب كمان زهرة الياسمين وزهرة الفوانيا، وبشكل عام هي بتحب الأزهار اللي حجمها صغير. يعني بوكيه ورد مكون من زهرة القرنفل الوردي وزهرة الياسمين ده هيكون بوكيه كويس جدا جدا وهيلمس قلبها. وده يكون الشكل النهائي لبوكيه ورد انثى برج القوس. في نهايه الفيديو مش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل الجرس وتشترك في القناه وتشير الفيديو لاكبر عدد من اصدقائك عشان الفائده تعم، وانتظرونا فيديوهات جديده بمحتوى قوي جدا جدا الفتره الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.